وليد هز حاجبو شاف فيها بندرة كلها تهديد وقال شفتك اليومين بحال لسانك طوال وباش شكون يقطعوا لك. عاود رمق فيها بنظرة قوية زعزعتها من بلاصة. هنا حالة خافت، غير شوفها منه تقدر تخليها ترجف. نط بالزربة تصلح الأوضاع، خدات كاس القهوة من فوق الطبلة ومدته ليه بكل دلع وقال لا انت عارفني وعارف انني ما قصدت حتى حاجة، انا غير قلت زعما بعد ما جينا للبلاد وانت هاملني ومخليني بوحدي نهار كامل وانت غير غابر، وانا عارفني كنتسنى غير امتى نشوفك، وهادشي كامل دايرو غير حين خوك انتحر بنفس النهار. هنا ما كملتش حالة جملتها حتى القدرسة رضخات مع الأرض من قوة الصفعة اللي جاتها، فقدت توازنها وجات مرمية. هجم عليها وليد وجرها من يديها حتى ضربت في صدره وقال بنبرة كلها غضب والشرار كيطاير في عيني. شحال من مرة قلت لك قولي مات وهو ضاغط على الكلمة، ما تقوليش انتحر. دفعها بعيد عليه، حالة بقت شادة في يديها، حسيتها تفلصات وبدات كتمتم بصوت باكي. عفاك اسمح لي والله حتى نسيت، هذه آخر مرة والله ما نعود. عطاها بظهره وغمض عينيه الوهلة، يحرر جسمه من كمية الغضب اللي حس بها. دخل يديه في شعره ورجعه اللور كامل. دار عندها شافها حالتها بالبكا، خدا نفس يقدر يهدر وقال دخلي لداخل شوية غادي يجي سعد. قرب منها وشد وجهها بين يديه، شاف جميع تفاصيل وجهها وكيفاش ولا بالدموع مخلطين بالكحل والمسكرة. ابتسم لشكلها ومسح ليها دموعها بيديه وقال واخا اليوم نخرجوا ونتعشوا غير انا وياك صافي. هنا وليد نسى ان هذا النهار مهم وان عائلته محتاجه ليه. مشى من باله خاصه في هذه اللحظه لانه نقطه ضعف ويشوف دموع اي شخص، وبالاخص اذا كان من عائلته وبالذات اذا كانوا دموع انثى. حاله ما تيقاتش راسها، طارت من الفرحه، تعلقت فيه وضمت ليها بقوة وقالت بنبرة غالبة عليها البكاء ربي يخليك ليا. دورت يديها على عنقه، شفت في عينيه وقربت منه أكثر، طبعت قبلة دافئة على شفايفه. وليد ابتسم لسلوكها وقال دخلي لداخل وقولي الخدامة تصاوب لنا 2 كابوتشينو. ردت حالة بكل دلع وهي كتأشر على عينيها من عيني انت غير آمر. دخلت لداخل وليد تنفس بقوة، حس بغصة في قلبه، شاف أقرب كرسي ليه وجلس وبدا الخدمة. ما مرتش دقائق حتى دخل عليه سعد. وليد ابتسم ليه وقف سلم عليه. سعد هو صديق مقرب بزاف لوليد، وكل ما شافه هذا الأخير حس بالاطمئنان والراحة لأنه كيحس بيخوه ماشي صديق ديالو. سلموا على بعضهم وكل واحد سول الآخر على الأحوال ديالو وأنهم بجوج بكل خير ومتناعمين بفضل الله سبحانه. سعد سول على العائلة، وليد جاوبه بكل هم. كل ما رجعت للبلاد نحس بأنني غريب على ترابها، ومن بعد ما ضمات كل ما رجعت للبلاد كنحس أنني غريب على ترابها، خاصة من بعد ما ضمات جسمه لداخلها. غمض عينيه من الحزن وسعد بدا كيواسيه وقال لي وليد خاص ضروري تغلب على عواطفك وعلى حزنك، هذه هي الدنيا، كلنا غادي نموتوا واحد النهار، ما غادي يبقى غير وجهه سبحانه. رد عليه وليد انت قلتيها غادي نموتوا ماشي ننتحروا، ماشي انتحار. سعد خدا نفس عميق كلها موت وليد. بدر الله يرحمه ويغفر ليه ويسمح ليه، دار إثم عظيم وما في يدينا والو من غير أننا ندعو معه. انت غير دايما وربك غفور رحيم، والله أعلم شنو اللي خلاه ينتحر. في هذه اللحظة بالذات تبدلت ملامح وليد من ملامح حزينة إلى ملامح حادة وشرسة، وبعصبية خدا كاس القهوة من عند الخدم وبدا كيزير عليه. هو كيتفكر وكيتذكر صورته، قاع داك الغضب الداخلي اللي حس بيه بدا كيضغط بيه على الكاس. أنا سعد لاحظ التغيير اللي واضح وشد ليه يد، حاول يحرر الكاس من قبض، حطه على الطبلة وقال وليد تهدن، مالك تبدلتي بحال هكا، فيك شي حاجه غريبه، اشنو مخبي عليا؟ وليد غمض عينيه وبدا كيأذن اذان المغرب. فيقو من الافكار اللي كان كيفكر فيها، شاف سعد وحاول يخفي داكشي اللي في داخله وقال خاصك الليله تجي لعندنا العشاء، راه كاع العائله غادي تكون مجموعه. هنا سعد رشف رشفه من قهوته وقال انت قلتيها كاع العائله، وانا شنو موقعي وسط هاد العائله؟ وليد جاوب لا غنتقلق منك، راك عارف مكانتك عندنا وانت خويا اللي ما ولدتوش لي امي. سعد كيصاوب تيشورت وكينفض عليه وقال بكل ثقه ربي يخليك، ولكن ليش هكا؟ وهاد الهضره الثقيله حرجتيني يا صاحبي. بداو كيضحكوا على هاد الهضره وجاو داخلين للدار. مشيو لبلاصه اخرى، بالضبط دار عائله وليد. كانوا الدراري جالسين في الصالون مع بعضياتهم، وسطهم سامي. بدا ياسين كيشوف فيه وسامي ما كانش معاهم، جسد بالعقل كان كيشوف فراغ تام وعينيه ماليهم الحزن والألم. أو صحده حط يدي على يد سامي وشد عليها ينبهوا أنهم معه وقال سامي عفاك
دعي ليه طلب ربي يغفر ليه. سامي جاوبو بنبرة غالب عليه الحزن. والله اخويا ممتيق انه بدر انتحر، ما متيقش، حس بحال الا كنحلم. نتوما تيقتوا انه داز عام؟ انا لا، انا جاني راسي بحال الا كنت في حلم، وغادي تجي الوالده وتفيقني منه، انا متاكد. ياسين حرك راسو يمين وشمال من بعد الكلام اللي سمعو من عند سامي، وقال سامي يهديك الله، عائلتك محتاجك دابا، خالتي واختك محتاجينك انك تكون قوي وصابر، والحمد لله دازت سنه وما كاين حتى مخلوق اللي يقول لكم ما تحزنوش وما تبكيوش. لا، كلنا فينا غصه من جهته، راه كان خونا حتى حنا، ولكن راه البكا ما غادي ينفعنا بوالو، ما غاديش يرجعوا لينا. الياس كمل على الهضره ديال خوه وقال وانت انسان مؤمن، والمؤمن الا ابتلى كيصبر. سامي جاوبو باقي منزل راسو الحمد لله الحمد لله. اوس في هذا الوقت كان كيطل من الشرجم اللي على جاده وقال بانوا لي حراس شخصيين وانت ما عندكش معهم، غريب مع من جاو. سامي ابتسم لشخصيته وقال بصح انا ما عنديش معهم، هادو حراس وليد خرج بلا بهم دابا يرجع. اوس نقز لحداه وقال احلف وليد هنا وما تقولش لينا. سمعوا صوته من وراهم، هنا ويلا كتسول فيا. شدوا من ودنيه واوس بدا كيتلوى بين يديه من الالم بزز باش قدر يبعد من يديه، وقال يا حراس ديو هاد الوحش للجردة. كلشي بدا كيضحك على اسلوبه ومنتظر من والد يجاوبه، وقال هو مبتسم من نيتك ما خفتيش انت اللي تطربط فيها، هادوك راه حراسي كيخدموا باوامري ماشي باوامري. او خف يديرها بصح ورجع وبدا يستلطف ليه. لا غير كنضحك معاك. زاد قرب منو سلم عليه، ومن بعدو كاع الدراري ناضوا سلموا على وليد لانه مده ما شافوش. من نهار خرج البلاد على حساب الخدمه ما رجع حتى لذكرى وفاه بدر. اوس جلس ودار راسو كيفهم في الاعمال وقال البارح قريت خبر على صفقتك الكبيره والعقد اللي وقعتيه مع شركه التصميم الفرنسيه. مبروك. وليد ابتسم لشكله وندمج في الظهر وقال الله يبارك فيك وعقبال لكم. جاوبوا ياسين امين. هاد الشراكة عقد خاص ولا شركاء عمل؟ وليد حط كاس القهوة وجلس لأنه هو وياسين مهتمين بالأعمال، وقال لا راك عارفني ما كنوقع غير العقود الحصرية، لا راك عارفني ما كنوقع غير العقود الحصرية والخاصة. سامي هذا أكثر موضوع كيكرهه هو أنه يدمج الجماعات العائلية بالخدمة. هز راسو قال مبروك مبروك، الله يكون ليك ولينا في العوان مدمن عمل. البنات نزلوا مع سوسن من بعد ما هدنوهم، وهما نزلت في الدروج سمعوا فاطمة كتقول سوزان غير سمعت اسمها آخر حاجة، نقزات 2 درجات وجات جاري عندهم وقالت وهي كتلهت سمعت سميتي، قلتو سوسو الزوينة ما تقولوش ليا شي خطاب هادو، وبدات كترمش بالزربة ودايره راسها حشمانة. بدا كلشي كيضحك عليها، ضربتها امها لكتفها وهي ضاحكة زربانة كتساري غير معامن. سوزان شدات كتفها وكتبرد في الدقة وقالت وانا اش قلت، ورجعت وجه الحشمان وكملت التمثيلية وهي شابكة أصابع يديها في بعضياتهم. سولت واش زوين؟ شوفوا إلا كان خيب من دابا لا ومليون لا. سوسن وصلت لعندهم وجلست حدا امها وقالت إلا لقيتي حمدي ربك وخا يكون قرض. ردت عليها سوزان قرض وانا اللي 1000 واحد يتمناني وغير بإشارة مني تشوفي الصفوفة تاع الرجال قدامي. قبل لا تكمل كلامها سوسن وسولا شافوا في بعضياتهم وطلقوا قهقهات زازات الصالة من شكل سوزان. جاوبتها سولا حنا عندنا انجيلينا جولي في الدار وما فرسناش، خليك غير شويه وتقولي لنا يركعوا قدامي ويترجاوني. كملت ليها سوسن لا ويمكن تقولي بوسوا لي رجليا نقبل عليهم. دوروها بيناتهم بالضحك الا هي جمعت فمها وبينت لهم الغضب. شفتها فاطمه على داك الحال وقالت سالي هذه المحادثه قبل لا تقلق سوزان وقالت لا بنتي ما كاين لا عريس لا والو، ولا انتي نسيتي باللي راك الولد عمتك زياد. سوزان غير سمعت الاسم تزيرات تبدلوا ملامح وجهها. كل شيء لاحظ التغيير وعارفين انها ما كتبغيش، ولكن اللي ما عارفينش هي انها عايشه قصه حب مع شخص اخر. امها بغات تبدل الموضوع ودارت عند فاطمه وقالت اختي بانوا لي شي رجال موزعين على الدار، واش رجع وليد؟ فاطمه بنبره كلها فرح وافتخار بولدها. رجع اليوم وقت الظهر. وقالت سلاف وهي مبتسمه رجع وليد؟ دارت عندها امها بصدمه اويلي على البنت. سلاف اش قلت؟ اعتبريني على وحده من معجباته اللي في العالم كامل. سوزان نسات همها واندمجت معهم مره اخرى في الحديث. قالت عندها الصح
ولد خالتي بسم الله ما شاء الله ما منوش جوج. سوسن نزلت عليها على راسها قل اعوذ برب الفلق اللهم لا حسد. جاوبتها سولا مالنا غنضربوه بالعين. امهم قالت حسبي الله ونعم الوكيل، خليوناش نجلسوا بخاطرنا مستحيل. امل واماني داخلين للصاله هاربين من امهم، نساو سوزان وسلاف وبقاو متبعين امل واماني اللي تخباو ورا فاطمه. امهم داخله للصاله والصنداله في يديها، هضرات مع فاطمه والضحكه غالبه عليها. خديجه يعطيك الله خليهم. خديجه بدات كدير صنداله في رجليها وبدات كتسلم عليهم وقال سمحي لي على هاد الدخله ولاني راه قتلوني. ام وليد قالت ليها جلسي وقولي لنا اش خبار. ردت عليها خديجه الحمد لله بخير. البنات من بعد ما شافوا امهم دارت الصنداله في رجليها عاد ارتاحوا شويه وناضوا يسلموا. جلسوا حدا سوزان وسلاف ودارت عندهم سوزان وهي شاده الضحكه من شكلهم. اش درتوا المصيبه لعمتي بهدلتوها مسكينه. امل حاطه رجل على رجل وقالت بكل ثقه انا ما عندي حتى دخل، سولي هذيك اللي حداكم اش دارت. داروا بالعرض البطيء عند اماني وكيتسناوها تهضر. اماني بدهشه حتى انا ما درت والو، غير كتبغي تلصق فيا مصائبها. سلاف دلات فمها احنا اللي ضربنا الله اللي سولناكم. قولي يا عمتي اش داروا لك هادو؟ جاوبتها خديجه بقهر قولي اش ما داروش. يا ربي يجي شي واحد يخطبهم انا نعطيه الصداق غير يفكني منهم. كل شيء مات عليهم بالضحك الا هما مكشرات. كملت خديجه كلامها ملي نزلنا من الطوموبيل وكل وحده تقول شفت وليد شفت حراسه وراك عارفهم. كل وحده تقول لك هضرتي هي الصحيحه وهي الاولى اللي شافتهم قبل من الاخرى. بحال لا عندي انا كرونو نعرف شكون فيهم الاولى. شادوا ليا على عند الباب ولا هادشي واش ماشي دابا ديال القتيله؟ جاوبتها امل بكل ثقه وراه انا اول وحده نزلت من الطوموبيل، انا الاولى اللي شفت الحراس. اماني لا كدابه انا نزلت قبل. خديجه يا ربي تصبرني على هاد الجوج. سوسن بغات تنهي الخلاف البايخ وقالت الا لا نتوما بجوج عندكم الصح. امل واماني شافوا بعضياتهم وطلقوا واحد الضحكه شريره. طاروا وجلسوا حدا ام وليد كل وحده شاده لها فيد وكيدوزوا يديهم عليها بنعومه. قالت امل عميتو بصح وليد رجع؟ اماني غير سمعت السمي وشدت قلبها وقالت قلبي الصغير لا يتحمل غير ذكرتي سميتو. جاوبتهم فاطمه جا اليوم. اماني كتمثل عاوتاني الاغماء. امها نزلت عليها بالقريص شوهتوني نوضوا عطوني باتساع. ناضوا لحدا البنات واماني كتحك بلاصه القرصه. قالت سوسن بقهر الله يكون في عوان خويا مسكين غير بنات العائله واش جايرين عليه. امل وهي كتنفض شعرها ايوا كيقولوا لك الاقربين اولى. اماني رجعت لحدا فاطمه عمتي مازال ما عوالاش تزوجي؟ فاطمه كتضحك ودار راسها ما مفهماش. ولكن شكون هذه اللي غادي تكون من نصيبه؟ اماني حطت يديها على راسها اويلي عمتي كل هذا الجمال وما نكونش من نصيبه حشومه كاع تقولي هاد الهضره. اما امل نط من الحماس وبدات كتمشى بحال العارضات والدور عندهم. وانا عمتي كيف ما شفتي ما منيش جوج. جاوبتها خديجه لا في هادي ما كذبتيش ما كاينش بحالكم انتي وياها مهبلين الناس. في الصاله الاخرى عند الدراري زياد كيرشف من كاس ديال اتاي وقال وليد غادي تطول هنا ولا غادي ترجع لفرنسا؟ وليد حط تليفونه على الطبله وقال والله مازال ما عرفت باقي ما قررت ولكن ممكن اسبوع ولا اسبوعين الا كثرت نرجع. ريان اندمج معهم في الحديث وقال مده قصيره هذه شحال هذه ما جلسنا معك؟ جلسه بعدا واحد الشهر ولا شهرين. وليد تصدم من المده وقال هو متفاجئ لا واشغالي وشركاتي كل شيء تما. سامي تدخل مره اخرى غير بلا ما تحاولوا معاه دابا يموت لينا هنا هذا الا ما خدمش نهار يموت. جاوبوا اوس بحال زعما قلتي شي مكتب متنقل. كلشي ضحك الا وليد وقال واو قتلتيني بالضحك. جاوبوا اوس بكل ثقه ربي يخليك ديما ضحك عارف مشروع كوميدي غير ما جابش الله. وليد عيط على واحد الشخص سميتو عصام كان قائد الحرس غير سمع اوس السميه وبدا يترطى في بلاصتو. لا 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 هادي والتوبه. وليد دار رجل على رجل اش بان لك دابا دير شي زياره للجرده مع عصام؟ اوس ويلي راه غير كنت كنضحك معاك وانت تيقتيني زعما. عندنا عائله جديده وهي عائله زياد ولا بد من الفقره الشهيره وهي التعريف بافراد العائله. الأب سميتو صالح فعمره 59 سنة إنسان طيب وحنون عنده شركات وبزنس خاص به. وخديجة أم زياد فعمرها 47 سنة طيبة وحنونة. أول أولادها زياد فعمره 31 سنة إنسان متواضع وسيم وفيه جاذبية كبيرة كيبغي واحد الإنسانة وهو في علاقة معها. وخطيب سوزان منصور وحتى هو بحالها ما كيبغيهاش. تاني أولادها ريان فعمره 28 سنة شاب مليح الوجه جذاب
الأب ما خدامش، مرة كيعاون خوه ولكن ما حاملش يخدم. زهواني لأبعد الحدود، ما كاينه حتى شي بنت في المدينه ما تعرف عليها وتحكي عليها، كياخذ داكشي اللي بغاو يرميهم. هو وأوس الكوميديا تاع العائله، واخرهم امل واماني توأم كيتشابهوا في كل شيء، زوينات وقصيورات شويه وحتى شعرهم دايرين قصير. اماني قطعه على كتافها، عيونهم عسليه وبشرتهم بيضاء، عبالات ديما مهبلين امهم بتصرفاتهم، ما خدامينش باقين كيقراو اداره اعمال في واحد الدرب من الاحياء الشعبيه في نفس المدينه. كانت دار كتبان ان اصحابها متوسطين الحال على قدهم، كانت متكيه في بيتها لابسه بيجامه باللون الاسود ومخططه باللون الوردي، مغمضه عينيها من كثره العيا والارهاق اللي كتحس به. البارح ما نعساتش مزيان، ما عرفاش علاش حاسه بضيق وخوف من ان شي حاجه غادي تطرا، ما عرفات شنو هي. قفزتها من اللي رمات عليها ميكا، جات جالسه فوق الفراش، حطت يديها على قلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. شو مالك ساره، خلاتيني؟ وحست بمخص في كرشها من الخلع. سارة جاوبتها بكل قرف، ايك ما يحسب لك بهاد الحركات كتباني ناعمه ومدله، نوضي ديري لي حوايج اللي شريت في البلاكار وبشويه على القرعه تاع الريحه اللي تهرسيهم. دارت وخرجت من البيت، هي هزات الميكات وخرجت متوجهه للبيت ديال ساره. بدات كتستفهم في بلاكارها وكانوا عباره على كساوي قصار، واحد بالبيض والثاني ذهبي والاخر بالزيتي. عجبها اللي لونه في البيض، هزاتو وبدات كتأمل فيه. سارة كانت داخله من وراها كتنشف شعرها بشويه يالي، وقالت كون كانوا عينيك مقوسه كون قطعتيه، ولا عرفتي شنو، الا عجبك خوديه، ما عجبنيش بزاف. ميس شافت الثمن وشاقات، قالت باستغراب سارة منين جبتي هاد الفلوس كاملين؟ داكشي اللي كيعطينا عمي من الفلوس د بابا، يلا كيكفاو لينا المصاريف ديال الدار، كي درتي شريتي هادشي؟ هنا طاحت فكرة أخرى على ميس وقالت وهي كلها شك، أياك ما انتي قطعتها سارة بغدا؟ أياك ما يحسب لك غنتسنى واحد ميت يصرف عليا ولا نبكي ونندب حظي؟ وكملت بنبرة كلها غرور، أنا بإشارة مني كاع الرجال يجيو حتى لعندي ويترجوني نشوف فيهم. شفت في ميس من الفوق حتى لتحت وقالت ماشي بحالك غبية، عجبك هاد حياة القرف اللي حنا عايشينها؟ دارت وتلقات راسها على الفراش وهي كتضحك وكملات، عرفتي شنو هاد المرة حسيته مختلف على الرجال اللي كنت كنعرف قبل، عنده واحد الهيبة وهو لاباس عليه، وعنده مركز ومكانة اجتماعية، واهم حاجة من هادشي زوين بزاف. دارت عند ميس وهي دايره يديها تحت خدها وقالت غادي تكوني تعرفيه، هو راه معروف ومشهور، رجل اعمال سميتو سعد اليعقوبي. ميس مصدومه من الاسم اللي ذكرت ساره وقالت لا ما يمكنش يكون هو، يقدر يكون غير كذب عليك، ولا كيفاش رجل اعمال معروف بحال هذا يمشي يدور بشي وحده ويقول لها هويته الحقيقيه؟ ميس هزت كتافها وكملات، كل مره كتقولي هاد الهضره ماشي بحالهم، من بعد كدوزي معاهم مده يا يرمي بك يا انت ترمي به. ساره نط معصبه من كلام اختها وقالت بنبره غاضبه اخر مره تعاودي هاد الهضره، المره الجايه غتلقاي راسك في الزنقه، ترجعي للبلاصه اللي انت مولفاها، ما عمرك تنسيه باللي كون ما انا كنتي دابا غتكوني مرميه في الشارع. جات خارجه وكملت هضرتها اللي كتجرح، بقى ليا غير انتي تقولي لي هاد الهضره. جاوبتها ميس قبل لا تخرج. وبدر ما فكرتيش فيه؟ بدر اللي كان كيبغيك شنو ذنبو؟ ما فكرتيش علاش مات وهو كيبغيك؟ دار كل شيء على قبلك، ما فكرتيش فيه ولا فكرتي؟ سكتتها صفعه قويه على خدها، فقدت توازنها وطاحت.